مشان تطلع معنا البرازق بهذا الشكل رقيقة وهشة ولحالها عم تفرط. لحقونا، خلينا نشوف الليارات. هلا عندي هون السمنه حتى لو كانت دايمه ما في مشكله، بتلاقيها بهي المرحله افضل. بدنجن بهي الطريقه، بنزل السمنه هيك لحتى ناخذ عجينه البرازق مثل ما نحن بدنا. هلا هيك صارت جاهزه عندي. نص كيلو طحين، ربع كيلو سمنه، نص الكميه يعني السمنه، رح تحطها بالبراد خليها تغلب وبنرجع نشتغل فيها ان شاء الله. هلا هيك هون في خطوه كثير مهمه. نحن هون لازمنا كاسه سكر 160 جرام سكر فضيناهم. النقطه المهمه كالتالي، عندي هون انا 100 جرام قطر، هذول خليتهم على جنب. اللي بيلزمني هي النقطه هون اللي بدنا اياها، اللي بيلزمني هون 3/4 الكاسه مي او 125 جرام مي اللي بده يشتغل على الميزان. خففنا ربع الكاسه، ضل عندنا نص. الربع الكاسه هذا دفيناه مشان نحط له خميره. رح نشغلها بالشكل التالي. اول شيء من نفس السكرات بناخذ حبه صغيره براس المعلقه، بنحطهم بالمي الدافيه، وبنحط هي المعلقه الوسط، بنحط تقريبا نصها، يعني نصها معرم بهذا الشكل او ملاتها ممسوحه. بنحطها بالسكر والمي وبنحركها. المي بدها تكون دافيه مشان الخميره تتفاعل. طبعا هي المي الباقيه عندي مبوظه كثير بارده، لكن هي المي بدي اياها بس اخذ منها الخميره. تفاعلت الخميره اشتغلت معي مشان تجلس لنا العجين وتعطينا القرشه تبعه وتعطيه عمر اطول. هلا بنضيفهم مع بعض. بنحرك القطر مع المي مشان ينزلوا تماما كلياتهم، لانه القطر عندي انا ثقيل. بعد ما ذابوا هيك الميات والقطرات بنزلهم فوق السكر. بهذا الشكل. هلا بعد ما ذابت الخميره وبلشت تشتغل معي بهذا الشكل، رح انزلها فوق المي والسكر والقطر. حاول قدر الامكان لا يضل فيها شيء من جوا، وبنحركهم. هلا اذا بردت معي المي بيكون افضل. المهم عندي انه الخميره تفاعلت مش حالها. شايفين؟ بهذا الشكل. هلا بنجيب عجينتنا وبندعكها ونفرجيكم التربيع كيف. جبنا عجينه البرازق هلا من الفريزر، رح ننزلها هيك على الطاوله وندعكها ونحط لها المعلقه السحريه تبعنا. المعلقه السحريه هون نحط لها شغل 50 جرام، اقل شوي معلش سمنه، وبنقلبها ونخليها تاكل. هلا هيك صارت معي ممتازه. طول ما هي هلا صارت تبقى هاي المرحله اللي بدنا اياها نحن. الخطوه هلا اللي حكينا عنها دائما وابدا. تعالوا لعندي لشوف. بنحط السوائل بالاول، بعدين بنحط العجينه بهذا الشكل هيك، بنقلبها وبنقلبها. مو عجن، عجن ما بيشتغل. شايفين؟ يعني انا بس عم فرطها تفريط هيك، بس انه على الخفيف. طبعا كثير طريه، لكن رح هلا هي المي السوائل هي كلها بدها تروح. شايفين؟ يعني لا تستغربوا اذا كانت معكم طريه زياده، هي هلا بدها تنشف معنا. هيك بهاي المرحله لما شربت الميات كلهم حاجتها كفايه عليها، طريه صارت. هلا بناخذها على البراد، وبس اللي بردت وشدت معنا نرجع نشتغل فيها ان شاء الله. عبينا ما يبرد العجين عندنا بالبراد، عندنا هلا المواد هدول. السمسم بدها تكون الحبه ما بتصير بيضاء، بتصير بهذا الشكل صفراء، بتاخذ معنا لون على الفرن، بتطلع معنا شقار بيطير العقل. معلقه اكل سكر،
حطيناها، هي بتعطي كمان لون وقرشة تماسك للسمسم. قلبناهم هيك على الناشف. نص كاسة قطر تبع الشاي، نص الكاسة بنفضيها. وبنقلبهم. بنضل نقلبهم لحتى ياخذ السمسم كل القطر. اخر شيء بدنا نعطيهم بخة مي مشان ما يصير معنا دبق السمسم ونحسن نشتغل فيه بشكل منيح. هلا عندي بخة المي، شيء بسيط يعني تقريبا ربع الكاسة. اخذنا كمان فوقهم شوي، ربع الكاسة. وبنقلب السمسمات لحتى يرتخوا وما يضل في دبقة. بس كمان ما بدنا نزود كثير مي، يعني بصير هيك حبة السمسم تنزل، بس ما بدنا نزود كثير مي مشان ما يرطب السمسم. هيك صار عندنا السمسم جاهز. بس هلا هيك بعد ما بردت عنا شدت حالها وشربت الميات، بدنا نبلش شغل فيها ان شاء الله تعالى. اخذنا شقفة العجين، بنقلبها هيك تقليبة خفيفة، بنبخ بخة طحين تحتها وبنمدها بهذا الشكل. وبناخذ القياس مثل العادة. ناخذ العجين اللي قطعناه وبنعطيه من الطرف التحتاني تسلق بهالشكل هيك وتحطه على السمسم. نحط بخة طحين خفيفة جدا على ايدنا وبننفضها هيك بهذا الشكل لحتى ما تلزق حبة البرازق على ايدنا كثير وتفرط معنا. بنكبسها هيك كبسة وكبسة بالايد الثانية وبنشيلها على الصينية. حاول قدر الامكان يكون القرص مدور. بنصفهم صفة منيحة مشان ياخدوا معنا لون كلياتهم مع بعض. وهي برازق ايام زمان بهذا الحجم الكبير.